السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نفصل معكم جلابه بكل سهوله واي مبتدئه تعرف تفصل. تبعوا معايا الفيديو مزيان للاخير ان شاء الله وكل شيء غادي يجيكم سهل. عندي الثوب ديال جوهره، جوهره كريب. عندي غادي نخدموها ان شاء الله بالقيطان والصفيفه من الصدوق وبزواق المعلم. كما كتشوفوا عندي 16 المتر في القيطان وخيط ديال الخياطه ديال 2 دراهم ونص. وهنا عندي 3 متر ديال السفيفه وعندي العقاد 40 عقده نصطوق. غادي نخدموا الكميمات ونصطوق والقب بالسفيفه. هنا عندي 3 دلوقيات او 3 جعيبات ديال الحرير غادي نخدموا بهم ان شاء الله زواق المعلم نصطوق في القب وفي الكمام، وهابطه بشي زواقه هكا في الوسط، زواقه خفيفه في الوسط. هنا عندي كما قلت لكم عندي الطول ديال هذا الثوب هذا فيه 2 متر و40 والعرض فيه 1 متر و50. العرض فيه 150 وفي الطول فيه 240. على بركه الله غادي نفصلوه على الخلف على الظهر ديالو. غادي نشدو بلي زيبان على الطول ديالو باش غادي نديرو الداخله في الخارجه. كما كتشوفوا شديتو بلي زيبان كامل على الطول ديالو. هنايا شديت العبار ديال الطول ديال الجلابه عندي 1 متر و35، زدت 10 سنتيم هي 1 متر و45. كنجي حتى الوسط فاش كنطراسي الكتفين والجلع اللي كنخليهم من الاسفل. هاد القاعده هذه كتجي تلقاي شويه الثوب شايط لك، ماشي شايط لك، المهم كتخدمي بالثوب بكل سهوله. هنا كنشد الكتفين عندي 22. دائما الحاشيه ما كنحسبهاش، 1 سنتيم ونص ديال الحاشيه ما كنحسبهاش. هنا كندخل 8 سنتيم في العنق. هنا كندير ميال للكتف 3 سنتيم، كنصير بخط ما بين العنق و 3 سنتيم ديال الكتف. في 10 سنتيم باش كنهبط في العنق. كنزل كان ارتفاع ديال الصدر 27 وكندخل ب31. كنسطر ما بين 27 والصدر. هنايا كندخل ب31 في الصدر وكندخل ب3 باش ندير دورات التركيز. كنشد السنتيم واقف، انا عندي التركيز فيه 29 حتى 30، هي عندك 30. كندير التقويره، كنحاول نديرها بيدي. نتوما يمكن لكم تستعنوا بالبيروكي او البيستولي. صافي كنعاود مره اخرى كنشوف عندي 29 حتى 30. صافي هنايا عندي 27 ارتفاع ديال الصدر. ارتفاع ديال الحزام كنرتفعوا ب 42 بالنسبه لهاد الجلابه هذه 42. اما المقاسات كتختلف من سيده لسيده ومن جلابه لجلابه على حساب العبارات. كاينه الطويله كاينه القصيره المتوسطه، كل واحد والارتفاع ديالو. هنا كندخل ب 29 في الحزام او الخصر. كنصين ما بين الخصر او الحزام والصدر. كنحاول نطراسي مزيان باش يبان لكم. هنا كنسطر الحزام كما كتشوفوا 29 في الحزام. دائما ما كنحسبش سنتيم ونص ديال الحاشيه. هنا ارتفاع ديال الحوض دائما هي قاعده، انا كنرتفع ب 20. هذه قاعده عامه، تكون السيده طويله او قصيره ارتفاع ديال الحوض ب20. هنا دوره الحوض 34 زائد سنتيم 35. كنسطر هادشي كامل باش يبان لكم. هاد الطريقه ديال الفصاله المبتدئات اللي ما عمرها فصلت غتجي ساهله وبزاف. كنسطر ما بين الحزام والحوض او لي هونش. هنا كنطراسي
العنق باش يبان لكم مزيان، الكتفين. صافي كنهبط من دورة الحوض حتى الجلايل غادي ندير فيهم 33. انا حسبت هنايا دخلت الحاشيه سنتيمونس ديال الحاشيه كاين هنايا. غادي نفصل الخلف في هذه البلاصه هذه اللي كتشوفوا الجهه المسدوده، غادي نفصل الخلف هنا. كنسطر باش نلقى نحيد دوك الزوائد عليا، تجيني الخدمه نقيه. انا كنصل ما بين الجلايل ودوره الحوض، كنهبط نيشان ما بين الجلايل ودوره الحوض. صافي هنا كنطلع ب 3 سنتيم باش كنحيد الجلايل ديال الجوانب باش ما يجيوش نازلين في الجوانب ديال الجلابه. صافي كنقطع صافي هنا هاد الجهه ديال الخلف طويتها على جوج، غادي نوضع عليها الامام واحد الربع ديال الامام او ربعه بجوج ماشي مشكل، غادي نوضعهم بجوج. مازال ما قطعتش الجلايل، داك ارتفاع داك الجلايل اللي كيجيو نازلين من الجوانب هنايا مطوي على جوج كما كتشوفوا، مسدود من الوسط. الجهه المسدوده غادي نجيو نديروا عليها الجهه المفتوحه ديال الربعه بجوج كما كتشوفوا. الطول ديال الثوب هنايا، الطول ديال الثوب كيجيو هكا، كنخرجوا هذاك السنتيم ونصف على طول الجهه المفتوحه والجهه المسدوده ديال الخلف. كما كتشوفوا الجهه ديال الجلايل خارجين سنتيم ونصف. يمكن لكم تخلوا حتى جوج او سنتيم على حسب الثوب عندكم. هنايا عندي الثوب جايني لاصق قياسي، لازت غير سنتيم واحد ما يكفينيش. كما كتشوفوا في دورة الحوض درتها 35 الا كانت 35 اكثر من 35 المراه ما يكفيهاش جوج المتر و40، خاصها تقريبا 3 متر. هنايا كنقطع صافي. قطعت الجلايل اللي كنت ما قطعتش في الامام، ربعه ديال الامام. هنا كندير تعديلات الامام، كنقطع سنتيم ونصف ولا جوج في التركيز وسنتيم ونصف في الكتفين. انا كطويت الثوب على جوج باش طويتو على جوج وطويتو على 4 باش نفصل فيه الاكمام. كنوضع كما شفتوا 4 ديال الطروفه، والجهه المسدوده كتجي من الجهه فاش الجهه ديالي جهتي كنحط عليها التركيز ديال الجلابه ديال الربعه بجوج ديال الامام، وكنطراسي كما كتشوفوا صافي. وكندير خط كنقسموا هذاك الخط فيه تقريبا 30 سنتيم، كنقسموا على جوج كيعطيني 15، ومره اخرى كنقسموا على جوج كيعطيني 7.5 في كل جهه، 7.5 في كل جهه. كندخل بسنتيم من جهه الثوب هنا، وهنا كندخل بسنتيم من جهه الاكمام. من الاسفل كندخل جهه الاكمام، ومن الفوق كنخرج لجهه الثوب. هنا عندي الطول ديال الكم عندي 57 زائد 2 سنتيم او 56 زائد 3 سنتيم ديال الخياطه هي 59، درت له 59. فم الكم على حساب الرغبه اللي بغيتو ديروه. انا درت فيه 16 اللي درت ديال فم الكم. الطول كما قلت لكم 59. صافي كنصل ما بين التركيز وفم الكم. كنصل بخط. هنا بغيت دورة الذراع تكون واسعه شويه بالنسبه اللي كيكون ما كيشدش القياس ديال دورة الذراع هي مهمه باش نجيبوها
القياس. صافي كنشد بليزيبان كيزلق الثوب. بالنسبه للمبتدئات من الاول شدوه بليزيبان. صافي كنقطع. هنا غادي كملت الاكمام. هنايا غادي نجي نفصل القب على الجهه. طويت الثوب على جوج كما كتشوفوا. هذه الجهه فاش غادي نركبوا الصفيفه غادي ندير فيها 55. غادي نديرو بالودينات. الطريقه ديال الفصله ديال القب بالودينات. هنا كنهبط ب40. تبعوا مزيان معايا. هنا كندخل تقريبا ب11. هنا كنطلع ب24. دائما الثوب مطوي على جوج. هنا ب15 كنطلع ب5. هادو هما الودينات ديال القب. صافي هنايا الودينات ديال القب سالينا منهم. بقالنا غادي نشدو الجهه المسدوده درت فيها 31. هنا 40. هنا 24. من هنا لهنا 10. ومن هنا لهنا كما كتشوفوا. هنا كنصلوا بخط ما بين هاد 24 و 31. المساحه ديال الطول والعرض ديال القب يمكن لكم تحكموا فيها. اللي خصكم تعرفوا هو هاد المساحه هذه اللي كندير دابا هي فاش كيركب القب في الجلابه. هي اللي خصها تكون مضبوطه مزيان. صافي هذا هو القب عندنا 5 سنتيم في دوك الودينات. هنا كنشد بلي زيبانك. دائما لي زيبانك كيزلق الثوب مزيان. كنقطع. صافي القب عندي. نتمنى ان الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. ما تنساونيش من لايك والاشتراك. ومرحبا بالناس الجداد. السلام عليكم.